خليك معايا دقيقة بس قبل ما تمسك المقص. أكتر غلطة الناس بتقع فيها إنك بتقص الزرع عشان كبر، ده للحقيقة غلط. القص مش ليه علاقة بالطول، القص ليه علاقة بوظيفة النبات جوه الحوض. أقص إمتى بقى؟ أول علامة إن الضوء ما بقاش واصل للأرضية، لو بصيت ولقيت الأرضية ابتدت تضعف يبقى اللي فوقيها محتاج يتقص. تاني علامة إن النباتات بدأت تدخل على بعض، أي نبات لمس اللي جنبه معناها إنك فقدت السيطرة. تالت علامة إن الورق اللي تحت بدأ يصفر أو يضعف، وده بيحصل لما النبات مش بيلاقي نور أو حركة مية. في اللحظة دي ما تستناش، لأن كل يوم تأخير بيفتح باب للطحالب. الخلاصة، أنت ما بتقصش عشان الشكل، أنت بتقص عشان الحوض يفضل شغال صح. دلوقتي بقى نخش على أهم سؤال ناس كتير بتغلط فيه: أقص منين؟ إيه النبات الساق؟ أي نبات ساق في حاجة اسمها عقدة. العقلة ديت هي المكان اللي بيطلع منها الورق والفروع الجديدة. القص دايما بيكون من فوق العقدة مش من تحتها، عشان النبات يفرع من تحت ويرجع أقوى. ولو قصيت تحت العقدة النبات هيقف وممكن الورق اللي تحته يموت. ما تقصش النبات من النص وتسيب فوقه حتة طويلة، يا تقص صح يا ما تقصش خالص. وانا بقص ما بطلعش اكتر من تلت طول النبات في المرة الواحدة عشان ما اصدمش النبات ولا اضعف جذوره. الخلاصة، القص الصح بيخلي النبات يشتغل معاك مش ضدك. اكتر سؤال بيتسأل بعد تقص منين: اقص قد ايه؟ والاجابة مش رقم ثابت، لكن في قواعد. اول قاعدة: ما تقصش اكتر من تلت النبات في المرة الواحدة، خصوصا لو الحوض مستقر عشان النبات ما يدخلش في صدمة. تاني قاعدة: مش كل قص تقصير، ساعات القص الصح انك تقلل الكثافة مش الطول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اشيل فروع من جوه المجموعة واسيب الشكل الخارجي علشان الضوء يدخل وحركة المية تعدي. ولو ركزت على الطول بس هتعمل نبات قصير لكن مخنوق، ولو ركزت على الكثافة بس من غير ما تقصد الشكل هيبوظ. عشان كده وانا بقص بسأل نفسي سؤال واحد: النبات ده كاتم اللي وراه ولا لا؟ لو كاتم يبقى لازم يتخفف حتى لو طوله عاجبني. معلومة مهمة قوي: في نباتات كل ما تقصها اكتر تفرع اكتر، وفي نباتات بتحب القص الهادي. عشان كده ما تعملش كل النباتات بنفس الطريقة، افهم طبيعة كل واحدة وبعدين قص. الخلاصة، القص مش تقصير وخلاص، القص تحكم في الطول وفي الكثافة وفي الضوء. دلوقتي بقى نخش على اكتر حاجة بتبوظ الاحواض بعد القص، مش القص نفسه، الاخطاء اللي بتيجي بعده. أول غلطة إنك تقص كل نبات في نفس اليوم، وده بيعمل صدمة للحوض كله، خصوصا لو عندك نباتات سريعة وبطيئة مع بعض. الأصح تقص المجموعة التقيلة وتسيب الباقي كمل عليهم في الصيانة التانية. تاني غلطة إنك تسيب القصاقيص في الحوض، القصاقيص دي بتتحلل وترفع الأمونيا وتفتح باب للطحالب. عشان كده وأنا بقص بشيل أول بأول وما بسيبش حاجة تعوم على وش المية. تالت غلطة إنك ما تغيرش المية بعد القص بيطلع مخلفات، ولو ما اتشالتش النبات بيدفع الثمن. أقل حاجة من 20 ل 30% تغيير مية بعد أي قص محترم. ورابع غلطة إنك تزود سماد تقيل على طول بعد القص، وده غلط. النبات لسه مقصوص مش بيحتاج ضغط، محتاج استقرار. لو هتزود يبقى جرعة خفيفة وبعديها تراقب. الخلاصة، القص خطوة واللي بعده أهم منها. بعد ما تخلص قص وتغيير مية وتسيب الحوض هادي تيجي الأهم مرحلة، مرحلة المتابعة. أول 48 ساعة ما تعملش أي حاجة، سيب الحوض يتنفس، راقب بس. بعد يومين بص على النمو الجديد، لو لقيت فروع طالعة من تحت اعرف إن القص اتعمل صح. لو لقيت الورق الجديد ضعيف أو شفاف يبقى فيه مشكلة، يا إضاءة يا سماد يا نقص يا قص زيادة. بعد أسبوع ممنوع تمسك المقص حتى لو في نباتات بدأت تطول، سيبها عشان المجموعة تلم على نفسها. لو في نبات ما استجابش بعد اسبوعين ده معناه ان اتقص غلط او مكانه مش مناسب. ساعتها الحل مش انك تقص تاني، الحل انك تعيد توزيعه. القص مش مرحلة، القص الصح بيخلي الحوض اقوى مش اضعف. دلوقتي بعد ما عرفنا نقص امتى ونقص ازاي، في سؤال مهم جدا: ابدأ بمين؟ القص ليه ترتيب، لو عكسته هتلخبط الحوض. اول حاجة اقصها النباتات السريعة، دايما بتسبق غيرها، ولو سبتها هتبوظ اي ترتيب. بعد كده النباتات اللي كتمت على غيرها حتى لو مش سريعة بس واخدة مساحة مش بتاعتها. آخر حاجة النباتات البطيئة، ودي في أغلب الأحيان بتكون مش محتاجة قص أصلا، غير تنظيف ورق تعبان. أو لو بدأت بالبطيئة وبعدين السريعة هتضطر ترجع تقص تاني وتدخل في لفة ملهاش آخر. ناس كتير بتغلط وتقص المجموعات كلها مرة واحدة، وده ينفع إمتى؟ لو النبات قوي ومتعود على القص والحوض مستقر. لكن في أغلب الحالات الأصح قص فرع فرع علشان تحافظ على شكل المجموعة وما تفقدش الكتلة مرة واحدة. وأنا بقص دايما بسيب نبات أو اتنين من غير قص عشان الشكل ما يفضاش فجأة. بعد القص أهم حاجة إن المجموعة تفضل متشافة، لو سبت ارتفاعات عشوائية العين هتتلخبط. عشان كده وأنا بقص بحافظ على خط علوي واضح حتى لو مش مستقيم قوي لكن يكون مفهوم. الهدف إن كل مجموعة تبان لوحدها
من غير ما تدخل في اللي جنبها. بعد القص بيطلع معاك زرع، لكن مش كله بيرجع يتحط. الفتافيت اللي تقص اللي ينفع ترجعه لازم يكون ساقها سميك وورقها سليم ومستقيمة مش مكسورة، وأي أعواد صغيرة ضعيفة حتى لو لونها حلو ما ترجعش عشان ما تدخلش مشاكل للحوض. وانا بزرع اللي اتقص ده ما بدفنش الورق، بدفن الساق بس واسيب مسافة عشان تعرف تطلع فروع جديدة. لو حابب تزود الكثافة رجع الأعواد الصغيرة دي تاني علشان بس مش كتير عشان ما تعملش زحمة في المجموعة. مش كل قص هدفه الشكل، في قص صيانة بيبقى إنك تشيل ورق تعبان، تنظيف، فتح مسارات للنور، وده بيتعمل باستمرار من غير تفكيك كبير. في قص تشكيل وده قرار بيغير شكل المجموعة أو اتجاهها، وده ما بيتعملش كتير. لو كل صيانة حولتها لتشكيل هتضيع ثبات الحوض. اعرف انت بتقص ليه قبل ما تمسك المقص. غلط كبير انك تعامل كل النبات بنفس الطريقة. في نباتات تحب القص التقيل وتفرع اكتر، وفي نباتات تحب القص الهادي لو قصيتها زيادة تضعف. عشان كده وانا شغال بقسم النباتات سريعة ومتوسطة وبطيئة، وكل فئة ليها اسلوبها القص المختلف. النباتات السريعة زي الهيجروفيليا والروتالا لاندرينيا واللوجيا دي اكتر نباتات محتاجة قص، ولو سبتها هتبوظ اي ترتيب. القص دايما من فوق العقدة، وبتسيب من 5 ل 10 سنتي من فوق الارضية عشان النبات يفرع من تحت. متسيبش النبات يطول قوي لان الورق اللي تحت هيضعف، واول حاجة هتطلع طحالب. النباتات المتوسطة النمو زي البكوبة وبعض انواع الكربت وبعض انواع الامازون، النباتات المتوسطه مش محتاجه قص كتير بس محتاجه متابعه. القص هنا بيبقى للتنظيف او لو النبات داخل على مساحه غيره، ما يتقصش غير تأثير شديد والا هيقعد وقت طويل جدا عشان يرجع. واكتر غلطه ممكن تعملها معاها انك تتعامل معاها زي النباتات السريعه. طيب النباتات البطيئه زي الانوبياس والجوا فيرن، النباتات البطيئه دي ما بتتقصش، دي بتتنضف. شيل ورق قديم، ورق عليه طحالب، لكن ما قصش النبات نفسه. اي قص زياده هيبطئ نموه شهور. اكتر غلطه هي قص الروزونيوم او الورق السليم. طيب والكاربت زي المونte كارلو والهرجراس السجيتاريا، النباتات الارضيه قصها مختلف. القص بيبقى من فوق مش من تحت عشان النبات يفرع ويفرش. ما تقصش قص واطي قوي، سيب طبقة خضراء عشان ما تخسرش السجادة الخضراء بتاعتك. طيب النباتات الكبيرة أو النباتات اللي واخدة نقطة التركيز زي التايجر لوتس زي الأمازون، النباتات دي مش بنقصها كتير. القص بيبقى ورقة ورقة ومن تحت خالص من فوق التربة. لو قصيت ورق كتير مرة واحدة النبات بيضعف. أو إنك تقص، وأكتر غلطة الناس بتعملها هو قص كل الورق الكبير في نفس اليوم. لو فهمت نوع النبات هتعرف تقصه صح من غير ما تخاف ولا تبوظ الحوض. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت مش بتتفرج عشان شكل، أنت بتتفرج عشان تفهم. قص الزرع مش خطوة تجميل ولا حركة بنعملها وخلاص، ده جزء من إدارة الحوض زي الفلترة زي الإضاءة زي تغيير المية. كل نبات ليه طريقة وليه توقيت، ولو اتعاملت مع كله بنفس الأسلوب الحوض هيدفع الثمن. اللي حاولت أقدمه في الفيديو ده مش وصفة سحرية ولا طريقة واحدة تمشي على كل الأحواض، لكن مبادئ لو فهمتها هتعرف تتصرف لوحدك. بص للحوض واقراه وشوف مين محتاج يتقص ومين محتاج يتساب ومين محتاج يتنقل، وما تستعجلش وما تخافش من المقص، بس في نفس الوقت ما تمسكوش من غير سبب. لو الفيديو ده أفادك حتى بحاجة صغيرة يبقى احنا كده نجحنا. أنا يوسف وحيد، سلام.